وهذا هو الكلاص اللي غيرجع عندك معتمد، راقي شكلا ومذاقا، كريمي 100%، ما فيهش التلج نهائيا. اما المذاق جربوا بنفسكم وحكموا. هذا بالمذاق ديال الفاني ونوغا كلاصي. غادي نحضروا النوغا. عندنا تقريبا واحد كاس ونص ديال السكر، كاس ديال العنبه، على نار مهيله وما كنقربوش من السكر نهائيا، ومن الافضل نوضعوه في مقيله باش يجبر السكر فين يذوب. نفس الكميه ديال اللوز من بعد ما كيذوب السكر حتى الاخر، عاد كنعاون شي شويه كنبدا نقلب اللوز بهذا الشكل هذا. تقريبا واحد 3 دقائق كنسمع اللوز ديالي كيبدا يطرطق مباشره وهو باقي سخون. كنفرغ الخليط فوق الورق ديال الفرن ونخليه يبرد. غادي نستعمل 2 ديال العلب ديال الكلاص بنكهه الفاني، نطربهم مع نصف لتر د الحليب اللي كيكون عندي بارد مزيان، وضعوه في المجمد مده ساعه. كنطرب حتى كنحصل على هاد النتيجه هذه، داك المنقار ديال الوازو. هنا غادي كتكون النوغا بردات، فوريت لكم راه اللوز محمر. غادي نطحنها في الحشوه وخليت شويه للتزيين. هنا كنطلع من الاسفل للاعلى. غادي نضيف نصف الكميه في الساخك اللي لبستو بالبلاستيك الغذائي. استعملوا اي ساخك كيناسب الذوق ديالكم او متوفر عندكم في البيت. وكنضيف شويه ديال النوغا مهرمشه في الوسط باش كيجي داك لو غابيل. وهنا غطيت الوجه ديالو. من الافضل احتفظوا به حتى 10 ساعات او خليوه ليله كامله. التزيين كيبقى دائما اختياري. زينت بشويه ديال النوغا على الوجه ديالو. لي ماكارون بصحه وراحه.